حاجة حلوة كده، حاجة سهلة، حاجة بسيطة، حاجة سريعة. عندي ايه؟ ورقة جلاش، يعني ما كانتش ورقة قوي يعني. اسكت؟ لا ما اسكتش. رحت دهنها كده سمنة او زبدة صفرا، الاتنين على بعض. زبدة صفرا وسمنة بلدي. بروح دهناها واسمها كده بالنص. اسكت؟ لا ما اسكتش. اعمل اشكال حلوة. رحت لفها كده على الخلة بتاعتي دي كده، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. هتقولي لي اقول لك دلوقتي هنشوفي جلاش اساور تحفه جدا. ما تنسيش بقى اللايك والشير وسبسكرايب للقناه المطبخ السعاده. بصوا عملتها ازاي. عملتها زي الزجزاج كده، بصوا. تحفه. فيها اي افتكاسات؟ لا، ما فيها حاجه صعبه ولا اي حاجه صعبه. بصوا بالنص كده. خلاص يعني، خلاص بقى كام واحده كده وبقت زي الفل. وبتسويها كده على درجة حرارة هادية. انا بحب الجلاش بتاعي على درجة حرارة هادية عشان يكون كده ايه، دايب دوب كده. وبصوا لفتها على الخلة نفس الفكرة. ورحت ايه مزجزجاها كده، اللي هو بكرمشها من الجنبين واروح لفاها كده. خلاص بقى عندي جلاش الاساور. ادهن بقى كل الكلام ده زبدة فرن على سمنة بلدي. بس كده، مفيش اي اضافات تاني. الشربات بتاعي بقى، كان انا عندي شربات جاهز بصراحة، فانا بس ايه دفيته كده على النار. بتبقى كوباية سكر على نص كوباية مية. هنا كده بصوا بعد ما خرج من الفرن بتاعي بقى شكله قمر ازاي. هنزل بيه كده. انا مش عايزاه عسل ويبقى تقيل كده وكتير، لا خليته كده ايه سكره خفيف كده وجميل. لاني احنا ماشيين متوسط يعني، مش بحب السكر الخفيف ومش بحب السكر العالي قوي يجزع النفس. بس ما فيهاش اي اضافات كده. غرفناهم في طبقين بالشكل ده. حطيت كده رشة ايه كراميل كده عندي. انتي بقى التزيين ده بايدك انتي. عندي جوزة الهند كده هدي رشة لطبق، وطبق تاني هسيبه سادة. علشان ايه؟ في ناس عندي مش بتحب جوزة الهند. واقول لكم باي.